يمثل ذكرى وفاة الملك الراحل الحسن الثاني رمز من رموز المملكة المغربية الذي قاد البلاد نحو التقدم والازدهار. في هذا اليوم المميز يجتمع أهالي مقاطعات بني أمسيك في مسجد جود الرحمن لإحياء ذكرى الملك الراحل واستذكار إرثه العظيم. وفي هذا السياق يبرز دور العامل السيد محمد نشطي، عامل عمالة مقاطعات بن أمسيك، الذي يشرف على تنظيم هذا الحدث الرمزي بحضور عدة شخصيات بارزة من المنطقة. يظهر السيد محمد نشطي بتفانيه والتزامه قدرته على توجيه الجهود نحو تعزيز الروح المجتمعية والوحدة الوطنية. من خلال تنسيقه لهذه الفعاليات يسعى لنقل رسالة وفاء واحترام للحسن الثاني الذي بنى الوطن بحكمة ورؤية استراتيجية. بحضور عدة شخصيات مرموقة من المجتمع يتجسد الوحدة والتلاحم الاجتماعي في كلمات الإجلال والاحترام للعاهل الراحل. تتخلل الفعاليات لحظات تأمل في سيرة الملك الراحل، حيث يتناول المتحدثون قصص نجاحه وتضحياته من أجل بناء وطن قوي ومستقر. وفي هذه اللحظات يبرز دور المجتمع المحلي والتزامه بالمبادئ الوطنية، حيث يعكس التواجد القوي للشخصيات البارزة في المنطقة الالتزام الجاد بتخليد ذكرى الحسن الثاني ومواصلة مسيرته المشرفة. بهذه الطريقة يصبح مسجد جود الرحمن كانًا للوحدة والتلاحم، حيث تتلاقى فيه القيم والمبادئ لتكريم ذكرى الملك الحسن الثاني. ويستمر السيد محمد نشطي وعمالة مقاطعات بن أمسيك في بناء جسور الفهم والاحترام بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدين بذلك التزامهم بمبادئ الحوار والتعاون ومواصلة رحلة العطاء والتقدم نحو مستقبل واعد للمملكة المغربية.